نحن بنات طرابلس في الظهرة وحي الأندلس والسياحية نعلن تضامننا الكامل مع ثورة 17 من فبراير المباركة. نقول لهم بأننا في انتظاركم يا ثوار ليبيا. إنهن من سمين أنفسهن بثائرات طرابلس، فتيات سجلن شريطا وكان القذافي عندها يقبض على العاصمة. وصلت الرسالة اللي أردت إرسالها من البيان مع رفيقاتك؟ أي وصلت الرسالة، والثوار وصلوا لطرابلس وتحررت طرابلس بقدرة الله الحمد لله. وصلت رسالة الثائرات، لكن طريق الثورة طويل وشاق. انكسر حاجز الخوف هنا حتى في قلوب أمهات عانين كأبنائهن من قمع نظام حكم البلاد لما يزيد على 40 عاما. الظلم اللي موجود 42 سنة وهو يحكم، ولا يعني أنا اللي في السن هذه وأنا ولا عمري ولا يوم من الأيام كنت نحب النظام. اندلعت الثورة، قمع الثوار، فتحركت فتيات ليبيا كشبابها. نشوف في ولاد بلادي كلهم يموتوا، نشوف الناس أنت تطلع تبي تعطي رايها يقمعوا فيها يقتلوا فيها، ما تحملتش. ميدان الشهداء اللي كنا نشوف فيه في التلفزيون فيه الناس اللي موالية للنظام الفاسد، يعني ميدان هذا ميدان الحرية، ميدان الأحرار. تحررت غالبية البلاد يقول أهل ليبيا، لكن هذه الحرية بحاجة لمقومات البقاء. يعني حاليا احنا في مرحلة انتقالية، فالمرحلة هذه حتكون صعبة شوية، ولكن الحمد لله شبابنا بدوا واعيين يعني، وبدوا يعرفوا ان في حاجة كانت يعني مخليتهم 42 سنة كانت مخليتهم يعني إلى الوراء، يعني البلدان كلها تقدمت وإحنا قعدنا التالي. مرحلة انتقالية من أبرز ملامحها وجوه شابة في ميادين التحرير. من ذاك المكان كان القذافي يخرج بخطاباته، اليوم يختلف رجع الصدى كما المكان. لا صوت هنا يعلو فوق صوت شباب وشابات ليبيا، والأمل دوما لديهم في أن يشاركوا بعملية بناء الدولة على الصعود كافة. فالحراك الشعبي هنا في طرابلس مثلا لم ينطفئ، إما لنصرة مدينة محاصرة أو لأخرى تنوء تحت وطأة قتال شرس بين الثوار وكتائب القذافي. حراك يدل على أن إيديولوجيا قبول الآخر تسربت وبقوة إلى ليبيا. سلام خضر، الجزيرة، طرابلس.